يا مساء الخيرات عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال، ومش في افضل حال وبس، لا يعني كل عام كده وانتوا بخير وصحة وسلامة. ويا رب اللي ما حققش حاجة يحققها، واللي نفسه في حاجة يعملها بإذن الله. حبيت بس اقول لكم كده كل سنة وانتم طيبين طبعا، علشان ليلة النصف من شعبان كانت امبارح. وانا بصراحة كان نفسي انزل لكم يا بنات الفيديو امبارح، بس بصراحة هتشوفوا الحوسة اللي انا فيها طبعا والتنظيفات. واخيرا وليس اخرا يعني ان شاء الله دي خلاص كده بالنسبة لي اخر التنظيفات. الحمد لله الحمد لله فنشت. والنهارده عايزه اتكلم معاكم في حاجه كده يعني مهمه، ويا رب افتكر. لو افتكرت بقى بقولوا لي لو ما افتكرتش بقولوا لي في الكومنتات. وبراحه بصوا انا بوريكم بجد بجد التراب. انا بصراحه يا بنات ما كنتش هاجي جنبه خالص. تمام. المهم استنوا بس ايه، ارحب كده بالثلاث اربع مشتركين اللي زادوا عندي. يا جماعه انا بفرح والله، انا طيبه قوي والله العظيم. انا بفرح قوي والله لما بيجي كده عندي مشتركين يا خراشي بجد يعني. يعني ببقى مبسوطه. المهم تعالوا بقى ايه، ارحب بيكم واقول لكم نورتوني. ويا رب يا رب يا رب القناه تعجبكم. ولو فيكم حد بيتكسف يكتب لي كومنت او حاجه اعملوا لي لاف 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 كده كتير خلاص. في ناس كده مش دايما بتكتب لي كومنت، بس بتحط لي كده لوب، فببقى عارفه ان انا قايله لهم يعني ان هم مثلا ايه من الناس اللي هم بيتحركوا. بصوا بقى، الاخ نيش ده هو الوحيد النيش اللي حيلتي يعني. انتوا عارفين ده انا اللي هو كان عندي نيش كبير قوي، فالايه ده هو الوحيد اللي عندي. تمام. مش يعني انا مش عارفه بقى، ما تعيبوش على رصتي فيه، لان انا بصراحه يا بنات يعني اللي هو كابسه فيه حاجات كتير قوي. فبصوا بقى، يعني انا قلت انضفه كده من التراب، وانتوا طبعا شايفين مكان التراب اهو من جنب الشمال، وقلت انضفه. تمام. انا بعمل ايه علشان خاطر انا بصراحه مش عايزه اغسله، ولا اغسل اي كوبايات، ولا اغسل اي حاجه. واغسلها ليه حضراتكم؟ انا تعبت. اغسلها ليه بجد؟ انا تعبت والله. اغسلها ليه؟ اصلا انا مش بفتحه، ما هو ده متحف الشمع بتاعي. انا مش بفتحه ومش باخد منه حاجه. وكده كده لو عندي مثلا ضيوف او حاجه، الكوبايه اللي بجيبها او الكيس اللي انا بجيبه نغسله ليه؟ طيب انتوا تغسلوا ليه؟ ما تغسلهوش. يعني كده كده والله العظيم بجد حرفيا لما بيجي لنا حد مش كده كده بناخد الحاجات من النيش بنحط فيها على طول، ولا بنغسلها. فانا قلت لا انا ايه همسحه، مع اني طبعا ببقى مش مقتنعه بموضوع المسح ده. كنت زمان بصراحه امسكهم اغسلهم وكده، بس بصراحه بلوش. يعني ايه بلوش؟ يعني مثلا وانا بغسل وارد حاجه تتخبط مني تتشرخ مني. فلا ما تجازفوش يعني، ما اسمها ايه، ما تجازفوش بالحاجه وفي الاخر الحاجه تتكسر منكم. فانا بصراحه كنت بعمل ايه؟ اللي امسحه يعني مثلا اخده من فوق احطه تحت، اخلص اطلع اللي تحت احطه فوق. انتوا فاهمين؟ انا بصراحه كنت الاول لما باجي ارص النيش ورصه بقى عجباني او كده كنت اصورها، بس المره دي ما صورتش خلاص. اصل هو يعني ايه، انا يعني اللي هو ايه، قلت لنفسي ده انا حافظه وواثقه قوي في نفسي. وفي الاخر لقيت نفسي ناسي، عماله اقول لنفسي وانا كنت حاطاه ازاي؟ انا كنت موسعه كده ولا كنت عامله ايه؟ ومسكت واحد حطيته في النص، مش عارفه ايه اللي انا عملته. طب المهم في الاخر لقيت نفسي الحمد لله ايه. حطوا لي اللايك بقى. انا على فكره بنسى اقول لكم حطوا لي اللايك يا بنات، بجد والله العظيم الفيديوهات بتاعتي واقعه حرفيا. بجد والله بقول لكم ايه، انا بجد مستنيه رايكم يا جماعه. انا خلاص يعني عايزه اعرف بجد انا القناه دي اكمل فيها ولا لا، لان بجد انا تعبت والله. فاللي هو يا جماعه قربت اكمل 3 سنين والله. وكل ده والقناه مدفوعه على فكره والله. انا يعني ممكن اكون بقولها لكم وبضحك بس لا حرفيا يعني اللي هو ساعات بزعل، اللي هو مجهودي كله رايح على الارض. ويعني كل الفيديوهات اللي انا بعملها دي تعتبر يعني لليوتيوب مش ليا، يعني فاهمين؟ المهم بقى خلصت كده وعماله ايه امسح في الكوبايات. هتلاقوني في الاخر بلكلك، والله بلكلك بجد. بصوا انا بتكلم معاكم بصراحه والله اللي هو لا مش هشيل انا البراد دوت لا والله ما انا شايلاه، مش اشيله ليه؟ وفي الاخر بقى رحت ايه اللي هو لكلكت كده الدنيا.
وقلت انا هعمل الحتت الازاز اللي باينه دي، وكده حلو قوي يعني، وكفى المؤمنين شر الكتاب، كفايه كده. لا يعني اللي هو انا تعبت والله. بصوا اهي، الله الله، قولوا لي الله قولوا لي تسلم ايد. بصوا بقى اللي عمل الفنجان ده مطلوب حي او ميت. اللي هو بقول لكم يعني امسكه ازاي ده، يعني انا من يوم ما جبته وانا مش عارفه هو بيتمسك ازاي، يعني ملهوش ايد، تحس اللي هيشرب فنجان قهوه يعني حد داي عليه دلق على هدوم. تمام، ما تعيبوش على الواني، دي الالوان اللي كانت على ايامي خلاص. المهم بقى ايه، انا قلت امسحه وانضفه واظبطه. ويعني اقول لكم ايه، شر ولا بد منه، يعني الحاجات النيش والحاجات دي كلها، بصوا والله حوالين الحاجه بيبقى كله تراب. بس انا يا بنات بصراحه قلت انا ولا الفناجيل ولا اللبانات ولا الحاجات دي كلها ليها اي 30 لازمه عشان اضيع مجهودي فيها يعني. بس هو عشان خاطر لونه مش تحسوه كحلي كده غامق، فقلت يعني اظبطه كده واخليه كويس يعني. وانا في الرص ماليش خالص خالص بجد يعني، فاهمين؟ فاللي هو ولا ليا في الوقع اوقع كوبايات ولا احط ورد. انا بحط الحاجه زي ما هي، وقولوا لي كده حلو ولا ايه. والمفرش حتى مش بحب ادلدله، يعني بحب ادخله جوه كده ايه، يعني بحس يعني مش عارفه، بحسه كانه هيقع وياخد الحاجه معاه، فبقول الاضمن ليا ان انا احطه جوه. تعالوا بقى، عايزه اتكلم معاكم في حاجه مهمه. افتكرت اهو، خلاص انا افتكرت. بصوا بقى، في بعض منكم قالوا لي كنتي فرشتي وخلصتي وكده وانجزتي وفرشتي وكده. والله والله يا بنات وحياة ربنا، انا يعني انا نفسي زيكم ان انا افرش، يعني حرفيا كل ما افتكر ان انا خلاص يوم الحد الجاي، الحد ولا ايه يوم ده، وانا يبقى يوم ايه والله ما انا فاكره، يعني خلاص الاسبوع الجاي المدارس. فاللي هو انا بتضايق، يعني حرفيا انا بتضايق، اللي هو انا كان نفسي اقعد وارتاح لي حبه. بصوا دي الحاجات اللي جوزي عملها لي. تمام. فانا بقول لكم اللي حصل ده كله، الشريط اللي هو ده بس انا لسه ما شلتش الاستيكر من عليه، قلت على دخلة ايه رمضان يعني. فهو جه يوسع لي، جاي عشان يحط الشريط فلقى المكان ضيق، فاضطر يوسع المكان اللي هو اتحط فيه الشريط، فعشان كده البهدله والدنيا اتبهدلت بقى، وجاب لي زي صاروخ كده او حاجه. تمام. بص بقى، الموضوع اللي انا كنت هتكلم فيه ليه علاقه بكده. تمام. انا بصراحه كان نفسي نفسي بجد ان انا افرش. بس الفكره يا بنات والله بجد، انا هتكلم معاكم بصراحه والله، انا كنت ممكن انجزت وجبت حد بقى عمل لي الشغل اللي انا مستنيه جوزي يعمله لي وكده. بس بصراحه الدنيا غاليه قوي دلوقتي، انتوا فاهمين قصدي؟ فانا يعني اللي هو ايه، انا بصبر عليه. طبعا هو بيجي من شغله بيبقى تعبان. طب اعمل لي، لا النهارده، لا مش النهارده، يعمل لي واحده ويسيب لي الباقي، انتوا فاهمين؟ فانا علشان خاطر اجيب حد، انا عايزه لي رقم وقدره بقى بالصاروخ بتاعه بالحاجات بتاعته، انتوا فاهمين؟ فعايزه لي رقم وقدره. طيب ما هو الفلوس دي احنا اولى بيها في حاجه تانية، فاهمين؟ فعشان كده انا متعطله. وفي نفس الوقت طب انا لو فرشت، ما اديكي شفتوا والله منظر الترابيزه كانت عامله ازاي، فاهميني؟ فعشان كده انا متعطله. وبعدين في حاجه كمان، والله انا حرفيا بجد والله العظيم تعبت قوي والله بنت ما ياوس تعبت قوي يا جماعه. انا كمان بغسل السجاجيد على ايدي والله، مش بوديها دراي كلين او حاجه بصراحه يعني، انا بغسلهم على ايدي. الا بس اللي هي اللي لونها بيج اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات، دي تقيله ما ينفعش تتغسل في بيت ولا حتى تتحط في بلكونه، دي تاخد البلكونه وتقع انت فاهمين؟ ودي غسلها من فتره يعني، مش زنقه بقى رمضان وزنقه ماديا وصحيا وكده، لا لا لا، دي غسلها بقى لها فتره باللزق بتاعها ايه وشايلها يعني. ما ينفعش اشيلها كده، مش نظيفه. فالحاجات دي كلها واخده معايا وقت على بال ما اخلص سجاده. وكمان البلكونه انتوا عارفينها مساحتها برضو مش كبيره، يعني يا دوبك برضو 3 متر مثلا، انتوا فاهمين؟ فيا دوبك عبال ما بتاخد السجاده 3 الا كمان، على بال ما بتاخد السجاده واستناها مثلا يومين كده ولا حاجه ولا 3 عبال ما تنشف، واضطر اغسل واحده كمان. فالموضوع صعب والله، انا حرفيا في حاجات كتير قوي مش بعملها معاكم، يعني انا لو هصور بقى معاكم السجاد وانا بغسله، بس انتوا عارفين يعني مش بصور في الحمام وكده، لحد ما ربنا يكرمني كده بسيراميك حلو كده ابقى اصور ابقى اصور لكم. دولي كده دعوه حلوه كده من قلبكم يا رب، انتوا فاهمين؟ فالحاجات دي كلها محتاجه وقت.
ان انا بستنى، وفي نفس الوقت برضو الستاير والحاجات اللي بتتغسل ولا وقت جامد قوي والله. في حاجات كتير قوي انا مش بصورها معاكم، فعشان كده والله انتم مفكرين مثلا مثلا انا بطول في الفيديوهات او كده. فانا قلت لا، اوريكم بقى الحقيقه واوريكم المنظر اللي جوزي عامله. وعايزه اقول لكم هو بيعمل لي كده حرفيا كل يوم، انت فاهمين؟ يعني كل يوم يجي يرجب لي حته. ما هو انا مش هقدر اقول له مثلا، يعني اقول لكم ايه، كل شويه اقول له خلصني، انا سقعت، انا عملت، يقول لي افرشي افرشي. طب هو انت واقفه عليا يا ستي بالمكنسه تبقي تشفطيها؟ طب اشفط ايه؟ ده الدنيا متبهدله خالص والله العظيم. انتوا لسه هتشوفوا، ده انتوا هتشوفوا مهزله. انتوا هتشوفوا الفريزر دلوقتي وراه والكنب، الدنيا حرفيا يعني متفرمله، اسمها ايه، متفرمطه. فاللي هو الصاروخ نفسه لما مشى على الحجر ده وهو تراب كده، انت فاهمين؟ فالدنيا اتفرهدت كده واتبهدلت من كل حته. المهم بصوا بنات، السيراميك ده الحروف اللي فيه دي مش نظيف، لا. الحروف اللي فيه دي اسمها ايه، زي اسمنت او جبس، هم كانوا حاطينه قبل ما انا اسكن يعني. علشان تقريبا كان في زي فروقات كده بتنزل ميه على الجيران او حاجه، انا معرفش يعني. المهم آه، دعواتكم ليا، دعواتكم ليا كده، علشان انا عايزه اقول لكم والله العظيم يعني اتفرمت، حرفيا حرفيا اتفرمت بجد. والبيت حرفيا متبهدل متبهدل بسبب الصاروخ اللي كان شغال ده، فاهمين؟ المهم بقى ايه، انا بصراحه كنت ممكن ما اصورش معاكم، بس انا قلت لا، اصور واصور كل حاجه برضو تبقى باينه، لان حاجات كتير قوي 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 انا مش برضه اصورها معاكم. فقلت لعل وعسى يكون حد برضو بيعمل حاجه في بيته، في حاجات ما زقهاش كده، يتشجع ويزق معايا ويشغل الفيديو بتاعي، انتوا فاهمين؟ هنا بقى انا اتصدمت من نفسي. الدراع دوت المفروض ان هو جنب الفريزر على طول، تمام؟ فالدراع ده انا مش بطول امسحه ولا شفطه بالمكنسه، حرفيا لقيت الدراع يعني شبه ان هو باظ. يعني اللي هو يا بنات مش تراب، يعني تحسوه بقى يعني كانه طين. بصوا الحته اللي انا بعملها دي كلها تراب. واصلا القماش ده يعني، بصوا بقى هنا لما زقيت الكنبه، انا الكنبه دي مش بعرف ازقها لانها بتبقى لازقه في الفريزر. فدي بصراحه يعني انا اتصدمت من نفسي بجد والله العظيم، اتصدمت من نفسي، ايه المنظر ده؟ وده طبعا كسل مني ان انا مش دايما بزق الفريزر وازق الكنب. وانا بصراحه مش من فكره ان انا افضل ازق كل شويه العفش، بصراحه الحاجه بتتبهدل. ودي كمان مش حاجه جديده يا بنات، دي حاجه داخله في 14 سنه. فالحاجه من كتر الزق كتير يعني اللي ايدي بتطوله بعمله. بس دي بقى يعني مش بعرف اعملها عشان خاطر الفريزر زنقها، فانا مش بعرف اعملها قوي. واتصدمت بقى صدمه عمري ان انا لقيت كوبايه شاي كانت وقعت. مين وقعها والله ما فاكره، بس طبعا دي حطت ايدي انا، يعني انا دايما بحط كوبايه الشاي كده على المسند بتاع الكنبه. خلاص. بصوا بصور لكم والله، وبصوا ومفرهده اصلا يعني الفيديو ده. عايزاكم بجد بجد تشجعوني، وما تنسوش بجد لو اول مره تشوفوني كده حطوا لي الاشتراك بتاعي لو لقيتوا القناه بجد فعلا تستاهل. وادعوا لي كده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله القناه تتفعل على خير. ودعواتكم ليا بقى، داخلين على رمضان كده، يمكن ايه دعواتكم ليا كده وربنا يستجاب مننا، وربنا يا رب يكرمكم كده باذن الله، وكل اللي نفسه في حاجه يعملها ان شاء الله باذن الله. بصوا بقى الجزء ده انا لقيت الشاي واقع. بصوا اهو الشاي واقع في الارض ومبهدل الدنيا، وحرفيا بصوا كل حاجه بايظه. فانا بصراحه ضد يعني ضد 100 مره ان انا امسك القماش واغسله. بس عارفين بقى عشان انا في الحته دي بالذات ايدي مش فيها، اللي هو على الناشف كده لما بنمسك فوطه او بالفرشه اللي هي بتاعت الشيش، واقعد اعمل كده معاكم زي ما بعمل في الانتريه. فطبعا الحته دي بقى انا ايدي مش فيها خالص، فتحسوا التراب لزق، اللي هو تحسوه بقى بلاك كده، انت فاهمين؟ فاضطريت احط نقطه سترس. وعايزه اقول لكم كنت خايفه لان القماش قديم قوي، فلو انا خايفه لقيت قطع في ايدي وداب والله بجد، يعني انت فاهمين؟ لان في فعلا حتت فيه مقطوعه، انت فاهمين؟ والله هبقى اوريها لكم في مره، بس في حتت فيه مقطوعه. وانا مش بحب بصراحه السترس في القماش، حامي جدا حامي. يعني اوعوا تبقى حاجاتكم مثلا فيها بقع ولا حاجه وتعملوا كده، لا بالجل. بس المنظر اللي انا فيه ده
ولا ينفع معاه مسحوق جل ولا ينفع معاه حاجه، فاضطريت ان انا اجيب السترس لان قعدت اجرب ما طلعش. لما حطيت السترس بقى، يعني في حتت كده انا يعني ما صورتهاش معاكم، لما حطيت السترس ابتدى ينضف يعني، فاهمين؟ حتى الحيطه نفسها ما نضفتش غير لما حطيت السترس، لان الشاي نفسه مبقع جامد قوي في الحيطه. هي الحيطه مش باينه، بس الفكره نفسها ان انا لما اجي اقعد على الكنبه وتحسي نفسك كده اللي هو انتي وراكي مثلا مكان مش نضيف وسبتيه ومكبره دماغك منه، فلا يعني خليكوا بالمره كده ايه خلاص. ما يعني دي بالنسبه لنا باذن الله باذن الله ربنا يدينا كده الصحه وطولة العمر ويديكم يا رب اللهم امين. دي بالنسبه لنا تنظيفه العيد، انا مش هفرهد نفسي تاني، خلاص كفايه كده. لان فعلا يعني بجد تعبت بسبب الشيل والحط وكده، والله العظيم حرفيا اصلا يعني الغضروفين اللي عندي ورقبتي وكده، اللي هو بنات والله قاعده حاسه رقبتي بكتفي، انا مش عارفه يعني، اللي هو مصدعيني وعاملين لي صداع، واللي هو بلف لهم بجنب واحد يعني، فاهمين؟ كل ده عشان خاطر يعني اوضه بس. لا انا تعبت يعني، يوميها غسلت الكفر وايه تاني وكنت لا يعني كان في حاجات كتير، والاكل طبعا انتوا عارفين، وغسيل وتنشري وتطبقي العادي بتاعنا العادي. فاهمين قصدي؟ فدي الحياة. فكرة بقى ان انا ليه ما غسلتش مثلا السجاد ومثلا سهلت على نفسي، انا بصراحة قلت بنات يعني الفلوس مثلا انتوا عارفين رمضان والعيد ولسه فيه هيصة حضراتكم، الكتب الخارجية ده انا كنت ناسياها، انا فعلا بجد كنت ناسياها قوي. فاللي هو لا قلت لا يعني السجاد بقى والحاجات دي مش مهم، انا كده كده لسه بدري، واحده واحده مع نفسي بصراحه. يعني بصراحه انا كنت ممكن ما اقولكوش، بس انتوا عشان لما قلتوا لي يعني على الموضوع دوت كنت فرشتي كده، فقلت اقول لكم الحقيقه المره اللي انا فيها. بستنى لما البلكونه والحاجه تنشف، الوضع برضو صعب يعني. بس الحمد لله الحمد لله فرحانه، ويعني وبجد كده يعني فرحانة قوي 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 ان انا خلاص يعتبر انا كده شطبت. دي خلاص بالنسبة لي اخر التنظيفات. انتوا عارفين انا زقيت من ورا البوفيه اللي هي اول مرة خالص، وكل حاجة نظيفة خلاص، ستايري نظيفة، الحمد لله كان سجادي وكل حاجة خلاص نظيفة بإذن الله بإذن الله. خلاص مفيش اي حاجة تاني اعملها غير مجرد حاجات بسيطة قوي، ودي سايباها في اخر حاجة لان ايدينا بتبهدلها. التلاجة، وطبعا دي هعملها يعني مش هتاخد مني وقت باذن الله. واللي هو الايه الجزء اللي من تحت مثلا، اللي هو اللي احنا بنستخدمه في ايدينا في المطبخ، اللي هو الجزء بقى الرخام والاير فراير والحاجات دي كلها والسكريه، كل الحاجات اللي من تحت دي هي اللي انا عايزه اعملها يعني، فاهمين؟ بصوا الحيطه نورت والله بجد حرفيا نورت. وعايزه اقول لكم كمان لسه ما خلصت يعني، هو بيقول لي ايه ده انتي نضفتي؟ ده انا لسه هشتغل تاني. فطبعا ايه اقول له ايه بس قلت له لا بقى، لا تبقى انت بقى اللي هتمسح مكانك. قال لي والله بجد ده لسه فيه مش عارفه. قلت له انا خلاص تعبت بقى، انت بهدلتني الفريزر والحاجه. وطبعا ايه جبت ابني طبعا يشيل معايا. الفكره ان هو بيشيل من الازاز، تمام، وانا خايفه على ايده. الرف ده يا بنات ازاز، كله ازاز في ازاز، تمام. فهو عمال يشيل، انا طبعا بشيل منين؟ بشيل من العمودين اللي تحت، فانا عماله اقول له بالراحه الازاز الازاز. طبعا انتوا يعني بعد الشر بعد الشر لو الازاز اتكسر هو هيتعور في ايده، يا ابني الازاز الازاز الازاز. فاللي هو يعني هو عارفين اللي هو عايز يشيله وخلاص. فهو بيبقى فرحان بنفسه قوي لما بقعد اقول له تعالى شيل معايا، يعني اللي هو وسعه وسعه انا اللي بشيل مع ماما، فاهمين؟ عشان باباه طبعا مبقاش موجود وكده، فهو ايه الوحيد اللي بيعرف يساعدني ويشيل معايا. ملك بقى اللي هو ايه زي ما انتم شفتوها كده، راكبالي السكيت وعماله يعني اللي هو هي هايصه وانا لايصه بجد يعني، فاهمين؟ فاللي هو ايه قلت لها خدي الباسكت ده، حطي لي في لقطه كده هتشوفوها عدت يعني. خدي حطي كيسه في الباسكت دوت، بدل ما انتي ما بتعمليش حاجه تفضل بقى ايه تلف حواليا. اخري اقول لها هاتي لي الجاروف، يعني هو السن ده بتاع كده يعني اكيد مش هنقول لهم يعملوا حاجه اكتر من كده. اخري اقول لها هاتي لي الجاروف، هاتي لي الموب، هاتي لي مش عارفه ايه، فاهمه؟ وبتزهق والله بتزهق وبتفضل تنفخ
تفضل تنفخ مني بس ببص لها وداير وشي واضحك. يعني فاهمين نفختها سكر. نفختها سكرة، وبعدين يعني مش بتقول في سرها، لا لا والله. حضرتك دي بتقولي اوف بقى. كده مرة واحدة. اوف بقى. وساعات تقولي زهقتيني بقى، لا انا مش هقوم، روحي انتي. اه والله بجد. فاللي هو ايه يعني بسيبها برضو، يعني اللي هو ايه يعني تعيش برضو طفولتها، بس في نفس الوقت برضو اللي هو ايه بحاول احركها برضو، يعني فاهمين. بصوا هنا يا جماعة انا فضلت اشتغل، انا بادئه تقريبا من الساعة 4 الا تلت لو تاخدوا بالكم، وانا بشيل الفيش بتاعت التلفزيون كانت الساعة 3 و39 دقيقة، لحد ما الصبح والفجر أذن. وادي الصبح بصوا بقى الهوا، شايفين دي طبعا الستارة القماش. طبعا انا بشكر الناس بجد اللي فادتني وقالت لي ان الستارة ان شاء الله هتتعمل وكده، والله فرحتوني. فرحتوني والله. ده الستارة دي مش يعني اللي هي القماش دي مش سترة خالص، ده حضرتكم اي حبة هوا الاقيها طارت كده، وابقى انا باينه من جوه يعني من الريسبشن، عشان طبعا كله ازاي. فطبعا بصوا انا خفت على الكفر، فقلت لا، الجدل دوت بتاع البويه في حاجات يعني، فقلت احطه عليه لحسن ايه الاقي الكفر ده. هنا كنت غسلته بقى فاهمين، يعني دي من ضمن الحاجات اهو اللي انا ايه غسلتها. وطبعا ده كنت وانا بقى إيه بروق وكده، حطيته دوره في الغساله هو والقط دوت. واشوفكم على خير ومع السلامه في فيديو جديد.